فتح بوابات سد وادي بيش السد الأطول في المملكة لتفريغ ما يقارب 15 مليون متر مكعب من المياه بعد تدفق كميات كبيرة من المياه لبحيرة سد وادي بيش القادمة من مرتفعات جازان وعسير والمرتفعات الحدودية. هذه البحيرة واحدة من أضخم البحيرات في المملكة. نظرا للحالة المطرية التي مرت بها المنطقة الجنوبية وتدفق سيول لبحيرة سد وادي بيش، فقد طبعا حاليا مخزون السد أكثر من 128 مليون متر مكعب. فقد تم التوجيه لفتح السد وتخفيض المنسوب والاستفادة من المياه المصرفة من السد لتغذية الآبار على امتداد مجرى الوادي والأراضي الزراعية بجانبي الوادي. طبعا حاليا الفتح بتدفق 5.7 متر مكعب في الثانية، سيتم تصريف ما يقارب 15 مليون متر مكعب على لمدة تقريبا 30 يوم.